حادث مدبر. حادث مدبر سواء كان حدا اجى عمل عملية تفجير او مثل ما ادعوا او ادعى البعض انه اجى طيران وقصف صاروخ ومشاكل. بالنسبة لهؤلاء لم يكن يعنيهم انه عرضي مدبر صاروخ طيران حريق، المهم انه هيدا المخزن لحزب الله. طيب ليه؟ مشان يقولوا للشعب اللبناني، لأهل بيروت، لأهل ضواحي بيروت كلهم: الذي دمر بيوتكم وقتل أبناءكم وأعزائكم ودمر ميناءكم وأرزاقكم وأملاككم وجرح فيكم الآلاف وأرعبكم وأرهبكم هو حزب الله الذي يحمل المسؤولية. طبعا هذا في مستوى عالي جدا من الظلم، من التجني. ما بعرف هذا اسمه حرية تعبير عن الرأي مثلا؟ هاي اسمه حرية إعلامية؟ هذا بده نقاش. نحن باللحظة يعني خلي احكي شوي عن المشاعر. يعني نحن جزء من المقتولين والمجروحين، نحن من ناسنا، من حزبنا، من تنظيمنا في شهداء، من جمهورنا، من أنصارنا في شهداء وفي جرحى، لأنه هون كل الناس بتشتغل، عمال وسيارات وإلى آخره وإنقاذ ومشاكل. طيب نحن اللي أيضا مشاعرنا تجاه كل ناسنا، مش اتجاه حزبنا، تجاه كل الناس، مشاعر صادقة ومخلصة ومتأثرة جدا بما حصل. بنفس اللحظة اللي بدنا نعيش آلام الفاجعة بدنا نحمل آلام المظلومية. أنا بدي أعبر. هلا في ناس قالوا هذا ما بيستاهل الموضوع يا سيد توقف عنده. لا، أنا مقتنع بدي أوقف عنده، لأنه هذا في مظلومية استثنائية، مثل ما الحادث استثنائي، في مظلومية استثنائية. انه بعد لا تحقيق ولا حدا عارفين شو في ولا شيء، بعض وسائل الاعلام، بعض محطات التلفزيونيه المحليه والعربيه من الصبح لهلا بعدها، يعني ما غيرت ولا بدلت: المخزن لحزب الله، صواريخ حزب الله، متفجرات حزب الله، النترات لحزب الله، حزب الله حزب الله حزب الله حزب. اصلا ما بتسمع شيء تاني ولا كانه في شيء تاني. هذا طبعا تجني كبير جدا على كل. واستخدموا طريقه اكذب 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 حتى يصدقوك الناس. ويبدو في ناس نتيجة هول الفاجعة وهول المأساة وشدة الشغل على هذا الموضوع، يمكن في ناس تأثروا، وإن كان نحن نراهن على وعي الناس عموما ومعرفتها حتى بمصداقية هذه المحطات اللي عندها تاريخ في الكذب والتضليل والاختراع والتزوير وقلب الحقائق. رغم أنه هذا الموضوع لا يستحق كما يقول بعضنا أن واحد يقف ويرد عليه، لكن معلش، حتى إذا في شريحة معينة ممكن أن تتأثر بهذه الادعاءات، ممكن حدا يطلع يقول طيب ما الحزب ما قال، ما نفى، ما علق، احتراما للعقول وللرأي العام. أنا أود أن أؤكد اليوم، أن أعلن وأؤكد نفيا قاطعا مطلقا حاسما جازما حازما أنه ما في شيء لنا بالمرفأ، لا في مخزن سلاح ولا في مخزن صواريخ ولا في صاروخ ولا في بندقية ولا في قنبلة ولا في رصاصة ولا في نترات. ما في شيء منه هذا على الإطلاق، لا مخزن ولا غير مخزن، لا حاليا ولا في الماضي ولا في السابق في الحاضر أبدا. ما في شيء منه على الإطلاق. وعلى كل حال بكره بيجي التحقيق وبيبين وبيثبت، لانه هذا لا يخفى. اذا الانفجر بالمرفأ هو صواريخ او ذخائر او اسلحه او شيء عسكري، هو يتبين من خلال التحقيق. والنترات معروف مين جابها وكيف اجت وكيف دخلت على البلد وكم سنه صار لها مخزنه هونيك، والتحقيق على كل حال بيبين هذا الموضوع. ما محتاج أنا أكثر من هالنفي الموجز، لأنه بهمني أن لا يبنى على هذه الأكاذيب والافتراءات والتضليل الظالم، تضليل في ظلم كبير جدا لحزب الله والمقاومة في لبنان.
طبعا في ناس راحوا على موجة